السلام عليكم، كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. خلونا هلا نقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد هيك، وفيديو كتير حلو إن شاء الله هيك تنبسطوا فيه وتتسلوا. وخليني أذكركم قبل ما أنسى إنه لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد مني أنا بنزله. ولا حطولي لايك كتير حلو من إيديكم الحلوين خلينا نبلش فيديو اليوم. بنقول بسم الله. مثل ما لكم شايفين اليوم لا في قهوة ولا في شي، لا تاخذوني اليوم ما ضيفتكم قهوة. فمثل ما شفتوا حطيت كاستين ونص برغل، وحطيت لهم كمان كاستين ونص مي مغلية مشان إنه ينتقل برغل. وهون مثل ما شفتوا حطيت معلقة ونص دبس فليفلة ومعلقة ونص بصلة مبروشة، وكمان اللهم صل على النبي رح احط دبس الرمان تقريبا ربع كاسة. وعندي كمان بدي احط شوية بهار وشوية ملح، هاي الكبة النية تمام. وانا رح هالمرة ما اعملها بالماكينة، رح ادعكها على ايدي. اول مرة في عمري رح ادعك الكبة على ايدي، ما بعرف اذا بدها تصير ولا لا. طبعا ما كنت بعرف اذا بدها تصير ولا لا، بس الحمد لله طلعت ناجحة وطلعت غير شكل. وحطيت لها كمان زيت زيتون من اللي بيحبوا قلبكم، عشان هيك تعطيها نكهة طيبة. وطبعا زيت الزيتون طول ما عم بشتغل يعني عم بدعكه انا عم بحط تمام. هون دعكتها وخلصت وقمتها، عبيتها بعلبة وقمتها، يعني قلت لبين ما اخلص بكبكبة. وهون اجيت نقعت بدي اغسل الرز مشان اعمل يالنجي. حطيت لا انا حطيت 3 كاسات رز تمام لليالنجي. اول شي حطيت شفتوا كاستين ونص، بعدين قلت لا خلص بحط 3 كاسات. وجبت هون اليبرق، عندي تقريبا شغلة نص كيلو يبرق، حطيتهم مي مغلية كمان مشان هيك يطروا شوي، لأن عنا اليبرق هون بيجي هيك شوي تحسوه عيسي أو قاسي، ما بعرف تحسوه غلط يعني. المهم أنا بجيبه جاهز يعني وبعمله، عرفتوا ما بمون. المهم هون حطيت تقريبا 4 حبات بندورة مفرومين كتير ناعم، وبصلة كمان بصلتين مبروشين برش، وحطيت كمان البقدونس. هلا لا تقولوا لي ليش ما طبخت الحشوة، انا بالعاده بطبخها بس هالمره كنت كتير مستعجله وما بدي تكون انه بدي استناها لتبرد وهيك، فرأسا عملتها هي ومن دون ما اطبخها، عرفتوا. حطيت معلقه صغيره دبس فليفله مشان الاولاد لاني حد دبس فليفله عندي، ومعلقه كبيره دبس بندوره، وكمان حطيت بهار وحمض الليمون ونعناع شوي. وطبعا اذا عندكم فليفله خضرة حلوه حطوله، لاني انا ما عندي غير حده فمشان هيك ما حطيت. وكمان حطيت هون البن ما بصير بلا، مشان هيك بيعطي الطعم لليالنجي يعني غير شكل. تعرفوا انتو هذا اليالنجي السوري اجباري بده هيك يعني بده بن. وحطيت له ملح كمان وزيت الزيتون وكمان دبس الرمان هلا بتشوفوا بالتصوير. ويا صبايا اقطع شوي الحديث، اذا سمعتوا اي صوت هي بنتي طبعا كالعاده يعني ما بصير بلا. فهيك هون حطيت كمان دبس الرمان، شغلت كاسة كمان شاي دبس رمان تقريبا، وكاسة شاي زيت زيتون. وهيك بلشت حركتهم وصارت حشوتي جاهزة. ويا سلام عن جد، هي أطيب يالنجي بساويه. ما بعرف يمكن لما طبخت الحشوة ما بعرف إيش السر، بس عن جد طلع بيجنن. اللهم صل على النبي. وهون جبت ألف هيك قدامكم شوي أنا واقفة. طبعا اكيد بدي اروح ابرك والفه لاني صاير عندي وجع ظهر، فاجباري بدي الفه انا وقاعده لاني صعب كتير اني اوقف والفه. فبركت ما طولت والله، تقريبا 3/4 ساعه كنت مخلصتهم، لاني بحس اليالنجي هيك بحس اني حالي اني اسرع باليالنجي بلف اليالنجي اكتر من اليبرق. والله فهيك والله مثل ما لكم شايفين بلشت هيك الفه، وعن جد يعني غرام غرام. واكتبوا لي بالتعليقات مين بيحب اليالنجي ومين بيحب اليبرق. انا للصراحه تعالوا لاجيكم لإلي، يعني انا تجوا إلي بحب كتير اليالنجي، بعشقه عشق يعني. والله وهيك والله مثل ما شفتوا. وقلت انا ايش سويت انا بارض الاسبوع بقول لجوزي، جوزي جاي عباله هيك اكلات، عرفتوه هيك شغلات يعني هدول اكلات الحفلات. المهم قلت له خلص تكرم عينك رح اعمل لك هيك سفرة غير شكل. قلت له انه اخر الاسبوع ان شاء الله رح ساويها، موعودين فيها كانوا من اول اسبوع. فاخر الاسبوع انا هاي السفرة عملتها يوم السبت، بس كالعادة ما حسيت نزل فيديو لاني عن جد ما افضيت ابدا. الله وكيلكم ما بلحق يعني عشي، ولادي مرضانين شوي، وكمان
شغل البيت وهيك، فعن جد كتير كان صعب اني امنتج الفيديو. فهلا فضيت منتجته من امبارح المساء، وقلت اليوم بسجل صوت على روحة الأولاد يعني. وشان انزلكم اياه يعني اليوم المساء. فهيك والله هون مثل ما شفتوا حطيت بطاطا، بس سمكت شرايح البطاطا وحبيت اعمله بطنجرة الفخار، لاني عن جد عم بحس الاكل فيه عم يطلع غير شكل، وعم تسويه يعني عم يستوي الاكل مثل عادي في قلبه. فهيك طبقت اليالنجي، وكمان هيك حطيت له كمان هون دبس الرمان والزيت الزيتون كمان، وبس ما حطيت له شي تاني ابدا. وعن جد يا صبايا لا احكي لكم على زيت هالزيتون، عن جد ما بتتخيلوا قديش طيب. وأول مرة بجيب بتركيا زيت زيتون طيب، يعني طيب بكل معنى الكلمة. فلدرجة اني جوزي وصى على تنكة وجبناها. عن جد زيت زيتون يعني عبقلكن بجنن، طعمته بتجنن، يعني بتحسوا حالكم عم تاكلوا زيت زيتون بسوريا. عن جد كتير طيب لأني فهيك والله. الحمد لله رب العالمين، وأخيرا يعني لقينا زيت زيتون بنأكل. شفتوا هون الزيت الزيتون كلياته صاير طعمته ما بتنأكل، حاجة نعمة رب العالمين، يعني ما بعرف ايش عم بساوي فيه. فهون مثل ما شفتوا كنت كمان مجهزة عجينة البيتزا، وهيك سويت هدول البيتزايات هيك يعني ما كترت هدول بس بالصينية. تشكيلة يعني عرفتوا على الصفرة. كمان هيك حطيت جبنة، ما حطيت لهم صراحة خضرة ولا شي فوقن أبدا. حطيت شوية زعتر أخضر، وكمان حطيت لهم شوية حبة بركة، وصاروا كتير طيبين. اللهم صل على النبي. وكمان اجيت لكم هون لأساوي التبولة، وما كترت كمان تبولة، ما كترت لأن اليالنجي البركة كتير. ما بدي أعمل أكلات تانية يكون كتار، مشان إيش؟ عشان الأولاد ياكلوا، عرفتوا؟ بدي إياهم ياكلوا يعني يبرق، هني بحبوه كتير، فما مشان ما إنه شلون بدي أقولكم يشبعوا من الأكلات التانية، عرفتوا؟ فهيك حبيت أعمل كمان شوية تبولة. حطيت البقدونس فرمت بندوري حبة صغيرة، وشفت ببلغ نقعته كمان دبس الرمان والزيت. وبصل صغيرة خضرة، يعني بصل أخضر، وما بحط لها غير حمض الليمون وشوية بهار. أنا هيك بحب أحط للتبولة من مثلي، وزيت الزيتون دبس الرمان، بس ما بدها شي، والحمض. وهون اجيت لأساوي الكيك. هدول يا صبايا أنا عم بشتغل على فكرة هذا كله مع بعضه، يعني الشغل كله ورا بعضه، عرفتوا؟ عم بعمل شغلة بقيمة وبشتغل بغيرها. هون اليالنجي استوى وحطيته عفته ليبرد شوي يهدأ عليه يعني النار. واجيت لأساوي الكيك. حطيت 3 بيضات، ومثل ما شفتوا كاسة وربع سكر لأني قلبي كبير، وحطيت كمان كاسة حليب والفانيلا والخميرة، وكاستين ونص طحين. ما بدي شي، كمان كتير سهلة طريقته، وأنا أصلا عاملة طريقته في القناة بشكل عام يعني. وهون هيك حبيت حطيت في قلبه شوكولا شيبس في قلب الكيك، عن جد عطاه نكهة كتير طيبة للكيك. وهون هيك دهنت القالب بالزبدة، وحطيت له كمان رشة طحين، وهيك نفضت الطحين عنه، يعني ما عفته في قلبه. حاولت كتير أنفض القالب مشان إنه يطلع الطحين كلياته ما يضل في قلبه طحين. وصبيت الكيك بعدين وحطيته بالفرن على درجة حرارة 180 بس من تحت. وبس شفتوه هيك طرافه هيك نفش شوي، صاروا طرافه ذهبيات، عودوا شغلوه من فوق تمام. وهيك عن جد حكيت كتير بهذا الفيديو، أول مرة بحكي بالفيديو وبشرح عن الشغلات اللي أنا عم بعملها بهاي الطريقة بهالسرعة. فهيك هون زينت الكيك، كان استوى زينته مثل ما لكم شايفين بالشوكولا. سيحت شوكولا من هي نفسها الشوكولا الشيبس، سيحتها وحطيت هيك على الأولاد بدهم فوقه هي الدردر وهدول يعني زينة الكيك. مو حطيت زمانات للدونات منهم فبدهم منهم يعني. فهيك والله حطيت لهم هيك زينته على طلبهم. وكل الوقت عم بصور الكاميرا أنا شايلتها في إيدي. ليش؟ لأني بنتي كسرت لي الستاند. الله وكيلكم ما بلحق اشتري ستاند إلا بينكسر. فالحمد لله رب العالمين. وهيك حطيت هيك هالكيك وغير شكل، يا سلام. وهي كانت صفرتي. عن جد كتير كتير انبسطنا في الأكل، وكتير كان الأكل كله طيب الحمد لله رب العالمين. الله يديم النعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وحبيت هيك اكل معكم هيك يبرقة او يالنجي وحدة مشان تشوفوا قلبها قديش طلعان، يعني الرز مفلفل وغير شكل.
عن جد ما بتتخيلوا قديش الطعمة طيبة، وبنصحكم تجربوا طريقتي. عن جد إذا جربتوها طريقتي ابعتولي على الانستجرام. ها اسمي مروة هم على الانستجرام مثل اسمي هون، نفس الصورة حتى، بس اكتبوا مروة هم ورح تلاقوني. فعن جد كتير كانت النتيجة الحمد لله رضتني، يعني رضيت عن النتيجة كتير كتير. بس الله وكيلكم هذا اليوم جليت كتير جليت جلي، يعني آخر شي ضل عندي جلي العشاء، آخر شي ما نمت لجليته الحمد لله رب العالمين. فهيك والله كانت صفرتي. اعطوني رأيكم واحكولي إذا عجبتكم الصفرة، وإذا استفدتوا من هيك من شي من أنا نزلته يعني أو هيك. إن شاء الله تكون هيك عجبتكم الطرق تبعوتي. واكتبولي انتو شلون بتساووا اليالنجي، بتطبخوا الرز ولا بتعيفوه ني وبتحشوه يعني. وهيك والله كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم وحبيتوا. وإذا حبيتوا لا تنسوني من دعواتكم الحلوة. وهلا استنوني بفيديو جديد وروتين جديد. هلا بترككم أمان الله. السلام عليكم.